أحداث المغرب ثورة أم مؤامرة؟ شباب خرج بعفوية للشوارع أم أن هناك مخابرات أجنبية تعبث بأمن المغرب؟ هل ستسقط الحكومة أم يتم قمع الشباب المتظاهر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة التي نتناول فيها أحداث المغرب. كما نعلم حضراتكم المغرب بيشهد مظاهرات احتجاجية شملت تدمير بعض سيارات الشرطة. شباب مغربي من سن 18 عاما أو 15 عاما إلى 30 عاما نزل في الشوارع في المدن الكبرى، الدار البيضاء، الرباط وغيرها من المدن. بعض السيارات الشرطة احترقت، تم إحراق أحد المباني كذلك. هنا اشتباكات للشرطة، المسألة مستمرة منذ أسبوع. الشرطة المغربية ألقت القبض على بعض المحتجين. هناك مطالب المنظمون أو المتظاهرون كتبوها على لوحات جرى اختراقها الخاصة بكأس العالم، أنه تحسين الصحة، المستشفيات، تحسين التعليم والإنسانية. نركز طبعا على كلمة الإنسانية والمحاسبة. طبعا كلها كما تشاهدون مطالب اجتماعية ليس لها أي علاقة بالإسلام أو الهوية الإسلامية على الإطلاق. والمظاهرات حدثت اشتباكات بين الشرطة المغربية وبين المتظاهرين، والمظاهرات أحيانا تزيد وأحيانا تنحصر. هنا حضراتكم احنا لازم كي نعرف ماذا يحدث لازم نشخص الأوضاع، ثم بعد ذلك نعطي المستقبل ماذا سيحدث في هذه المظاهرات. هل ستؤدي إلى سقوط الحكومة المغربية أم إلى بقاء الأوضاع على ما هي عليه؟ أيضا جزء من تشخيص الأوضاع أن هذه المظاهرات تم تنظيمها عبر تطبيق ديسكورد اللي هو موقع خاص بالألعاب، وهذا الموقع الشباب المراهق بيتجمع فيه وبيدخلوا في ألعاب إلكترونية، وفي داخل هذه الألعاب الإلكترونية يتحدثون مع بعضهم البعض، فاتفقوا على التظاهر. من الملاحظ أنهم اختاروا يوم السبت والأحد للمظاهرات. يوم السبت اللي هو أجازة اليهود، ويوم الأحد إجازة المسيحيين. طب يوم الجمعة إجازة المسلمين، يعني المفروض أن المظاهرات تخرج من مساجد المسلمين. الشعب المغربي شعب مسلم، وهذا الشعب هم أحفاد المرابطين وأحفاد طارق بن زياد وأحفاد يوسف بن تشافين. وأنا كنت أتمنى أن أحمل الجنسية المغربية، وأنا حفيد يوسف بن تشافين وحفيد المرابطين وحفيد طارق بن زياد، هؤلاء الفاتحين الإسلاميين العظام. الشعب المغربي المسلم هو الذي دافع عن العالم الإسلامي 1400 سنة تجاه الغرب، حمل البوابة الغربية 1400 سنة. هذا الشعب المسلم العظيم شعب عظيم جدا، الشعب المغربي فوق رؤوسنا. فهذا الشعب هل المفروض لما يخرج في مظاهرات يخرج نحن كمسلمين يوم الجمعة الناس تتجمع في المساجد لأداء الصلاة؟ للأسف الشديد أن الباطنية في المغرب منعت المسلمين من أن يكون يوم الجمعة عطلة، وهذه مهزلة. كيف بلد مسلم يكون الأجازة فيها يوم السبت عطلة اليهود ويوم الأحد عطلة المسيحيين؟ طب وأين حقنا كمسلمين؟ شعب كله مسلم لا يكون عنده يوم الجمعة أجازة؟ فعندما تجد بلدا العطلة سبت وأحد اعرف أن الباطنية تحكمها، لأن لو المسلمين يحكمونها كانت هتكون الأجازة الجمعة. الشباب الذي قام بهذا إما بحسن نية أو بسوء نية فعل هذا. أنا أقول لكم بكل وضوح وكل صراحة، عادة الأحداث التي تبدأ أو الأحداث اللي تكون فيها الدعوة للمظاهرات لا ترتبط بيوم الجمعة تفشل، لأنها تكون منزوعة البركة والله سبحانه وتعالى لا يؤيدها. احنا شاهدنا في ثورة سوريا. ثورة سوريا كانت تخرج دائما من المساجد عقب صلاة الجمعة، وشاهدنا في ثورة مصر، وأنا حضرت ثورة مصر وشاركت فيها. كان عندنا جمعة الغضب، جمعة الرحيل، جمعة كذا، دائما يوم الجمعة، لأن نحن مسلمين نخرج من مساجد المسلمين في يوم الجمعة. لكن يقول لك لا احنا هنخرج من استاد كرة القدم أو هنستاد من كذا. فطبعا نلاحظ هنا الملمح العلماني لهذه المظاهرات اللي هي تريد أن تستبعد فكرة أنه احنا اللي بنعمله حلال ولا حرام، أو الإسلام ما لا تتحدث عن الإسلام. فتجد أن الحكومة العلمانية اللي بتحكم المغرب اللي قاعدة تغير في قانون الزواج والطلاق وتغير في قانون الأسرة وقاعدة تبهدل الدنيا. وللأسف من الأمور الكارثة في المغرب ارتفاع مهور الزواج لدرجة أنه بقى في عنوسة وفي طلاق. في إيه؟ قبح الله أبا طلب مهرا كبيرا لزوجته. والله العظيم أنت مجرم. إذا جاءك شاب مجتهد ومخلص وابن ناس اتفضل زوجه. الله العظيم أنا تزوجت يا جماعة، والله العظيم تقدمت الخطبة لزوجتي وأنا معي 1200 جنيه كنت سالفهم قرض، و1200 جنيه كانوا يعادلوا في ذلك الوقت 200 دولار أمريكي أو 250 دولار أمريكي لا أكثر ولا أقل. فالمسألة وإيه الأساس والكلام الفاضي والتافه ده؟ أنا كل سنة بغير من شقة لشقة والأساس بتاعي مستعمل. إيه الواحد يشتري مش عارف سفرة إيه ويشتري إيه ويشتري كلام فاضي وكلام تافه، كل ده ما له قيمة في الحياة.
والله يوم أن تكون على فراش الموت ستمر أمامك عمرك كده وتقول ماذا تركت بعدي؟ تبقى تركت السفرة والأنتريه والنجفة والكلام التافه. فالناس التافهة والأب التافه والشباب التافه والرجالة التافهة اللي بيغلوا المهور واللي بيقولوا أين النجف وأين السيراميك وأين السجاد والله أنا عندي سجاد في بيتي منذ 11 سنة، والله ما اتغير من أول مرة ما اشتريته، كل ما أروح مكان أخده معايا. يعني ده من ضمن اللي بعض الإخوة المغاربة قالوا لي يا أخي الزواج عندنا حاجة كارثية كارثة، يعني الله يلعن كل أب يعني يصعب الزواج بدون أي مبرر. يعني أهم حاجة الولد يكون العريس واد جد، واد راجل، مش واد خيخة. فحضراتكم تجدوا استبعاد الهوية الإسلامية أو الوجه الإسلامي من هذه المظاهرات. وده حصل في ثورة السودان. ثورة السودان اللي قام بها الشيوعيين، فكانوا دايما يستبعدوا الجمعة ويوم الجمعة. لماذا يا شيوعيين السودان؟ قالوا والله لأن احنا لا نريدها ثورة إسلامية. هم أصلا كانوا عاملين ثورة على المفروض أن الحكومة السودانية حكومة عمر بشير إسلامية. طيب الآن السودان ماذا حدث فيها؟ مصائب وبلاوي وفشلت. الشعب الجزائري لما قام بمظاهراته ضد بوتفليقة كان شعب مسلم يخرج من المساجد يوم الجمعة. فهذا أول ملمح يقابلنا في هذه المظاهرات أو الاحتجاجات في المغرب. إيه القصة وإيه الفيلم؟ فيلم يا جماعة إنه المغرب كان سيدخل الربيع العربي عام 2012، فالملك فورا تحرك بسرعة، عمل انتخابات ودستور جديد. وطبعا الشعب المغربي شعب مسلم، فهل تحبوا مين؟ قالوا نحب عبد الإله بن كيران. أصبح هو رئيس الحكومة وأجريت انتخابات، وعبد الإله بن حزب الإخوان المسلمين في المغرب اسمه العدالة والتنمية أو ذو خلفية إسلامية يعني، وجعلوا عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة. هو كان رئيس وزراء خدمات، يعني في تلك الفترة اللي لاحظوا وزير الدفاع لا يتبع لرئيس الوزراء، لا وزير الدفاع ولا وزير الإعلام ولا وزير الأوقاف ولا وزير التعليم ولا وزير الخارجية. يعني وزارات السيطرة على العقول، التعليم والإعلام والأوقاف، حتى المساجد كان رئيس الحكومة الإسلامي لا يعينه. أنت ممكن تعين وزير الصرف الصحي اللي هيحفر في الأرض، ماشي، ما فيش مشكلة إن اللي يحفر يكون حافظ القرآن، لكن إنك هتختار اللي حافظ القرآن يكون إمام في المسجد، لا. فالمهم يعني كان الراجل عبد الإله بن كيران مهمة حكومته كنس الشوارع، حفر الشوارع، توصيل الإنترنت، بناء المباني وغير ذلك من هذه الأمور. كانت وزارة خدمية. المهم الباطنية أو الماسونية في الإسلام، الماسونية اسمها الباطنية، وفي القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يسموهم المنافقون اللي هم يكرهون الإسلام والمسلمين، ولذلك يجعلون يوم الجمعة عمل ويجعلون الأجازة السبت والأحد وغير ذلك من هذه الأمور. فالمهم الباطنية أو الماسونية قالوا والله يا عبد الإله بن كيران له شعبية فاطردوه من الحكومة. فطردوه من الحكومة ووضعوا واحد اسمه سعد الدين العثماني، وهذا شخص باهت وضعيف، وجعلوه هو زعيم للحزب الإسلامي ورئيس للحكومة. طبعا أنا لم أشرب بالانتماء لأي حزب إسلامي ولا لم أشرب بالانتماء للإخوان المسلمين ولا غير ذلك، لكن كصحفي متابع ومراقب للأحداث أقول لكم لا، في جمعية تحفيظ قرآن كريم أجهزة المخابرات بتتابعها بقرار من أمريكا. يعني المخبر اللي بيكتب التقارير عندك في الشارع أو في الحارة ده بيكتب تقرير للضابط بتاعه، والضابط بيرفع عليه وزير الداخلية، وزير الداخلية بيسلم يوميا تقرير لأمريكا ماذا حدث بشأن المسلمين، اللي بيحفظ قرآن واللي رقص واللي مراته راحت عملت إيه وكل شيء. فانتبهوا لهذه الأمور يعني. فاللي بيحصل إنه بيجد الإخوان المسلمين أو غيرهم المخابرات تقول لهم والله نحن اخترنا لكم سعد الدين العثماني رئيسا لكم، وإن لم تقبلوا أغلقنا جماعة الإخوان المسلمين، لازم تقبلوا بهذا. وهنا المخابرات تختار إيه؟ أنتوا يا شعب يا مسلمين عاوزين ماذا؟ عاوزين تيار إسلامي؟ إحنا بنعمل لكم تيار إسلامي زعماء باهتين ضعاف. ليس شرطا أن يكون مخبر، ممكن يكون مخبر ممكن لا يكون مخبر، يعني ممكن يختار لك شخص غبي جاهل باهت مكروه بحيث يقول هذا هو التيار الإسلامي وهذه هي الحكومة الإسلامية وهذه كذا، فيقدم تجربة فاشلة. وهذا الذي يحدث في المساجد، أن تجد علماء المسلمين يرمون في السجون، ثم يأتون لك بمشايخ ضعاف أو أخلاقهم ضعيفة أو تحصيلهم العلم ضعيف ويضعونهم في المساجد، ويقول لك أنت عاوز تصلي هتتجامع في مبنى وفي واحد قاعد يقول خطبة مكتوبة وكلام تافه، تدخل في صلاة الجمعة تنام. فهذا كله تخطيط المخابرات، شغل المخابرات، انه بيختار يعني يريد ان يقدم الاسلام في صورة باهتة، ومن يمثلون الاسلام اشخاص ضعاف وباهتين. فاختاروا بعد كده المخابرات اختارت سعد الدين العثماني رئيسا للحزب الاسلامي في المغرب، واصبح رئيس الحكومة، راجل باهت وضعيف وكلام من هذا القبيل. ثم طلبوا منه طبعا انه يعمل امور تجعل الشعب يكرهه يعني ويكره الاسلاميين، حتى خسروا الانتخابات. وجاء العلماني اللي هو أخنوش اللي هو رئيس الحكومة الحالي، وأخنوش رجل أعمال وزوجته أيضا عندها شركة وشيء من هذا القبيل. المهم علماني تماما،
فهم زوروا الانتخابات عبر أمرين. زوروا الانتخابات، أصدروا قانون اسمه قانون الدوائر الانتخابية مثل ما يحدث في الكويت والأردن اللي هو قانون الصوت الواحد. والأمر الثاني إن هم فرضوا على الحزب الإسلامي اللي هو الشخص الباهت هذا إنه يكون رئيس الحكومة، بحيث إنه الناس تكرهه، فبالتالي الحزب يرسب في الانتخابات. وإما نغلق حزبكم وإما تقبلون نحن كمخابرات اخترنا هذا واجهة للحزب. هنا حضراتكم ما الذي حدث؟ هنا النظام الحاكم قطع صلته بالشعب، لأن الإسلاميين كانوا في الحكم وكان دورهم مجرد خدمات، فكان هناك سفنجة بين النظام الحاكم وبين الكتلة الشعبية، الشعب نفسه. فبدل ما يحصل صدام بين الطرفين، كان عبد الإله بن كيران والإسلاميين بيقوموا بدور السفنجة، يكون في لوحين زجاج بنوضع بينهم سفنج وإلا يتكسروا. فكان في سفنجة اسمها الحزب الإسلامي أو حزب العدالة والتنمية، وبعد ذلك اختاروا هذا يكون هو يلعب دور السفنجة أو امتصاص غضب الشعب، ويعني تقديم أوضاع أو حلول معيشية إلى حد ما مقبولة. الماسونية والباطنية حتى قالوا هذا الإسلام الباهت الضعيف اللي احنا اخترناه ارموه، فرموه وقالوا لا احنا عاوزين علماني تماما بهذا الشكل. فطبعا كده خلاص انت كالنظام الحاكم شعرة معاوية بينك وبين الشعب المغربي المسلم انت قصصتها. ومعاوية رضي الله عنه يقول لو بيني وبين الناس شعرة لو شدوها لأرخيتها ولو أرخوها لشددتها، ما أتركها تنقطع أبدا أو تسقط أو كذا. لكن اختيار أخنوش عبر عملية انتخابية مزورة أدى إلى قطع شعرة معاوية بين النظام الحاكم وبين الشعب المغربي المسلم. فهنا خرجت المظاهرات في الشوارع. طبعا الأمر لم يكتفي بهذا، الباطنية طلبت من النظام المغربي الحاكم، قالوا لهم لازم تستقبلوا وحدات من الجيش الإسرائيلي في الأرض المغرب. فكما تشاهدون خط الجيش المغربي بيستقبلوا خط الجيش الإسرائيلي، وإسرائيل بتقتل في المسلمين في غزة. يعني ما فيش مشاعر. انظروا ادي قوات إسرائيلية في أرض المغرب ضمن مناورات الأسد الإفريقي. أمر عجيب. بعض الحكام وبعض الأنظمة معتقدين إن إسرائيل بتحمي ظهرهم، ولا لا يا حبيبي. عبد الفتاح برهان الحاكم العسكري للسودان هذا الخائن ما قابل الإسرائيليين وهم اللي طعنوه في ظهره، وحميدتي قابل الإسرائيليين وطعنوه في ظهره. أين حميدتي الآن؟ وأين السوداني الآن؟ لأن السودان قالوا والله إذا احنا عملنا سلام مع إسرائيل وبتاع وأصبحنا حبايب مع إسرائيل، هتكون النتيجة إذا رادت عنا إسرائيل احنا السودان ستكون بخير. طب رادت عنكم إسرائيل ورادت عنكم أمريكا، قامت حرب أهلية. المسائل التي تدار هكذا. فالمهم طبعا هنا ده استفزاز للشعب المغربي المسلم، شعب مسلم، شعب أحمد يوسف بن الشافين، وشعب عظيم وشعب رائع، والشعب ده شعب جبل. الشعب المغربي شعب كله نخوة وشرف، تروح انت تستفزه في هذه اللحظات؟ وكأن الباطنية تريد إسقاط المنظومة الحاكمة ككل، لأن أسقطت شرعيتها من خلال الحكومة العلمانية، ثم كمان لا ده احنا كمان بتوع إسرائيل وبنستضيف الجنود الإسرائيلي بيقتلوا المسلمين في غزة. فأمر عجيب جدا. أنا أقول بكل وضوح، إلى أين سيتجه المغرب؟ يا أيها الشعب المغربي المسلم، هناك ثلاثة أمور، إذا موجودة يبقى المغرب، إذا لم تكن موجودة المغرب يتجه لحرب أهلية. فأنت في أي حراك شعبي، أي مطالب شعبية، لازم الأمور هذه تكون موجودة. المغرب بلد جبلي، وهذا جد مهم، يعني السيطرة على المغرب صعب، فممكن يقسم. والمغرب حصل فيه في تاريخه هكذا بشكل كثير جدا. عكس مصر، مصر نحن بلاد سهلية، نحن وادي النيل، والمدينة بين مصر ومصر 5 كيلو، القرية بين القرية ومصر 2 كيلو متر. لكن عكس المغرب ده تتكلم في ساحل طويل جدا وأراضي وجبال وعرة وشيء من هذا القبيل. هناك 3 أمور تحفظ هوية أو بقاء المغرب وعدم حدوث حرب أهلية. 1 الإسلام، 2 اللغة العربية، 3 الحكومة المركزية. إذا الإسلام قوي في المغرب إذا هناك مغرب موحد، إذا الإسلام ضعيف في المغرب إذا المغرب سيقسم وهتنشأ حرب أهلية. والذي أشاهده الآن حرب شرسة على الإسلام في المغرب، حرب شرسة على المؤسسات الإسلامية، على الأوقاف، على خطباء المساجد، على التيار الإسلامي، على الهوية الإسلامية للمغرب. وحتى هذه المظاهرات اللي خرجت هي حتى استبعدت يوم الجمعة من حساباته. يعني يقول لك نحن لا نريد الإسلام، يعني بصورة غير معلنة، بالضبط كما حدث في السودان. فإذا هل أنتم تريدون أن تسيروا على نموذج السودان أم نموذج الجزائر؟ هو ده السؤال اللي احنا بنطرحه. أنت عاوز ترضي الله سبحانه وتعالى ولا لا؟ إذا أنت نسيت الله فالله سوف ينسيك نفسك كما جاء في القرآن الكريم. فأنا بقول لكم احذروا نموذج السودان. نموذج السودان وثورة السودان كانت ثورة معادية لله ومعادية للإسلام ومعادية لرسول الله ومعادية للغة العربية. فلا سودان الآن مشردين السودانيين. الشباب السوداني هو الذي أحرق بلده بنفسه، والشباب السوداني هو الذي فعل هذا في نفسه. وأنا حذرت وعمر البشير في السلطة وقلت ثورة السودان ثورة الأغبياء، وقلت هذه الثورة سيسرقها الشيوعيون وأنتم ستشردون أيها السودانيون. وأنا بقول لكم اسقطوا عمر البشير، لكن لازم تحافظ على الهوية الإسلامية البلد، لازم تحافظ على اللغة العربية للسودان،
لازم تحافظ على الحكومة المركزية للسودان. لكن هم قالوا لا احنا مش عارف ايه، احنا ايه، واحنا مختلفين عن العرب، واحنا مش عارف افارقه. وكان يطلع عيل يقول احنا ايه الفرق بيننا وبين العرب. خلاص العرب يا سيدي، انت ايه رايك حالا مبسوط؟ احنا ليس في الاسلام لا عرق عربي ولا عرق تركي ولا عرق فارسي، احنا كلنا عباد الله سبحانه وتعالى. لما تنزل في قبرك لا يقول لك انت عربي ولا بربر ولا تركي ولا كلام فاضي. انما اذا انت عندك اعداء اللغه العربيه، انت عندك اعداء الاسلام قولا واحدا. والذي يكره العرب هو منافق وفي قلبه مرض. لماذا تكره العرب؟ لأن هم حملة الإسلام، ولأن هم معدن الإسلام، ولأنه لا يمكن تفهم القرآن إلا من خلال اللغة العربية ومن خلال تاريخ الجزيرة العربية. وأنا فوجئت إن إحنا عندنا في مصر السينما اللي بيحكمها اليسار الباطنية دائما يشتموا القبائل العربية في الجزيرة العربية. وطبعا أنا كنت معتقد وأنا طفل إنه القبائل العربية دي ناس أغبياء وناس حمير وناس بطنها كبيرة لكن طبعا لما كبرت وجدت الناس دي عندهم علم وعندهم خير عميم وناس محترمة وناس عظيمة وقبائل مسلمة، ودول أحفاد الصحابة، ولذلك يجري الشتيمة منهم لأنهم أبناء الفاتحين وأحفاد الفاتحين. وجدنا عمرو بن العاص اللي فتح مصر وأدخل الإسلام في أفريقيا، هذا الفاتح الإسلامي العظيم الكبير، الباطنية الكلاب الأوباش اللي بيشتموا فيه ويقولوا إنه خدع موسى في التحكيم والكلام ده رواية الشيعة. وإن خير موقف وقفه عمرو بن العاص لخدمة الإسلام هو في معركة صفين، يوم أن وقف ضد محفل الكوفة السابئي الباطني بقيادة ملك الأشتر وحرقوس بن زهير وعبد الله بن سبأ. فأنا بقول للشعب المغربي الإسلام ليس بخير في المغرب، وأنا أخشى هذا. اثنين، الإخوة اللي بيتظاهروا الإسلام وراء ظهورهم وحتى ما بيختاروا يوم الجمعة، وهذا أنا شايفها بادرة سيئة. الأمر الآخر اللغة العربية. اللغة العربية في المغرب في خطر، بيجري إثارة النعرات اللغوية والعرقية في المغرب، وهذا جد خطير. المسلمين البربر حكموا المغرب، أسسوا دولة المرابطين، أجدادنا المرابطين العظام، جدنا يوسف بن تشافي رحمه الله. وهؤلاء الأسر البربرية المسلمة التي حكمت المغرب هم عمرهم لا جعلوا اللغة البربرية رسمية ولا شيء، وهم كانوا أسياد البلاد وحكامها. وعلى فكرة بالمناسبة كلمة بربر هي كلمة يونانية تعني الأجنبي، يعني اليونانيين يطلقون على البربر الأجانب، فهم يقولوا حصل هجوم الأجانب علينا، هجوم البربر وهكذا يعني. فهي البربر معناها القوي والشديد يعني. المهم أقول لها تفسيرات أخرى إن هو بربر يعني سار عبر البر، موضوع ما لا نريد أن ندخل فيه. فهناك هجمة على اللغة العربية. الحكومة المركزية في المغرب، إذا أنت بتعمل فيدرالية وبتعمل كذا، وده أيضا بيتجهون في المغرب لهذا الكلام، ده خطر شديد على المغرب، وهذا سيؤدي لانهيار المغرب كما انهارت السودان. والذي يقول لك أنا موجود منذ قبل التاريخ وإحنا مصر أم الدنيا حضارة 7000 سنة، إحنا عالم بناخد بالجزمة فوق دماغنا. فاللي بيقول لكم أنتوا حضارة 7000 سنة والكلام التافه الفاضي ده، الأسطوانة المشروخة بنت الكلب دي قالوها لنا في مصر وضحكوا علينا، ضربونا على قفانا. والمرة الولية هيلاري كلينتون وزيرة خارجية أمريكا اللي زارت ميدان التحرير لما أسقطنا مبارك، هنا جلس الشباب العظيم، هنا جلس الشباب العظيمة، وطلع ان المرأة كانت بتخسر منا، واحنا جهلة واحنا حمير، ما احنا شباب فارغ ومدارس فارغة، والجيل الكبير جيل خائن. انا بكلمكم بصراحة، انا الان اتحدث اليكم في هذه الامور. اذا انت بتسمعها من حد غيري فاحنا النخبة بخير، اذا انت بتسمعها مني انا فقط اذا النخبة خائنة. ما اقول لماذا؟ لماذا النخبة تكتم هذا ولا تنشر هذا ولا تذيع هذا؟ وانا شاهدت انهيار الدول، لانه النخبة بتخون. النخبة بتخون من خلال التزام الصمت. النخبة بتخون من أجل امتيازات مادية أو وقتية أو اجتماعية. أنا استضيفوني في أي قناة أبدا، كل ما أفتح قناة يغلقونها. يا جماعة أنا بدعو للسلام. قالوا لا أنت مش تبعنا، أنت مش شغال، أنا لازم نربط حبل في رقبتك ونسحبك كالكلب. ما في حاجة اسمها أنت صاحب رأي. النهاردة رأيك يتفق معنا وبكرة رأيك يختلف معنا، لا إحنا لازم إيه؟ هم عاوزين كلب ساحبين. وساعتها بقى أنت اشتم في إسرائيل زي ما أنت عاوز وادعو للنضال والكلام ده كله عادي جدا، بس المهم إن أنت إيه؟ إحنا ماسكين الحبل بتاعك، ولازم تمدح إيران وتمدح له بالباطنية وما تتكلم كلام عقلي. يعني لازم تقول ان مظاهرات المغرب ده عظيمة، والنظام الملكي او النظام الحاكم في المغرب نظام سيء واسقطوه. لو انت عاوز تمشي في هذه السنة اهلا وسهلا. لو انت عاوز تحلل التفاصيل الدقيقة للمشهد بحيث ان الشعب المغربي هو بيسير على الالغام، يتبع فاهم اين اللغم. لذلك انا حريص الحديث في القاعدة العامة، لانه في الاخر انا لست في الميدان، لا انا اعرف معرفة شخصية الشباب اللي بينظم المظاهرات ولا اعرف كذا. انا بكلمكم كشعب مغربي مسلم، تجربتنا اللي حصلت معنا في مصر وما شاهدناه في الثورات العربية، وأنا يعني مراقب جيد لهذه الأمور، أو أحسب نفسي يعني مراقب جيد يعني. هنا حضراتكم في دستور المغرب المادة 5 الباطنية في المغرب والدولة العميقة بتفسح عدنيتها في المؤامرة على المغرب، فبتقول اللغة العربية اللغة الرسمية للدولة، الأمازيغية أيضا اللغة الرسمية للدولة. يحدد قانون تنظيم مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والآن أدخلوا الأمازيغية في البرلمان المغربي، وكيفية إدماجها في مجال التعليم، يعني هيطلعوا الكتب بالأمازيغية.
لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها بصفتها لغة رسمية. وأيضا في الحسانية، اللغة الحسانية خليط من الأمازيغية والعربية وكذا، جزء لا يتجزأ من الهوية الثقافية. كده عندنا 3 لغات، المغرب كله أصلا 40 مليون، يعني المغرب بلد صغير سكانيا يعني. وسوف يستحدث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية، مهمته تنمية اللغتين العربية والأمازيغية ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، يعني هيعملوا أكثر من لغة. ده عندنا 3 لغات والعدد مرشح للزيادة. المكتوب في دستور المغرب هو إفصاح من الباطنية اللي بتحكم المغرب والدولة العميقة، يعني أو يسموها الدولة العميقة، أنهم يريدون تقسيم المغرب، وهناك مؤامرة. لأنه حضراتكم إحنا قاعدين ياخدونا ممنوع المرأة ترتدي الحجاب لأنه فرنسا وبريطانيا وأوروبا وأمريكا فيها كذا. بنفتح خمارات عشان بريطانيا فيها خمارات وأوروبا. أنا قلت في فيديو سابق أنه القانون المغربي يحزنا، أنا أعتذر لإخوة المغاربة أرسلوا لي، وأنا استغربت والله أن القانون المغربي أفضل من القانون المصري وأفضل من قوانين دول إسلامية أخرى يعني. فأنا أعتذر عن هذا يعني. أن القانون المغربي لا يزال محتفظ بنفس إسلامي الحمد لله، البقية من الإسلام يعني. فربنا يحفظ المغرب بلدنا. الآن العلمانيون هؤلاء اللي بيحكمونا بالحديد والنار صدعوا دماغنا ان احنا لازم نقلد أوروبا وفرنسا في كل شيء، وبريطانيا وألمانيا وأمريكا وكندا وكذا. طب هل أنتم شاهدتوا في فرنسا دخلوا أن في لغة عربية في الدستور الفرنسي؟ ألا يوجد 10 ملايين مسلم داخل فرنسا؟ ألا يوجد ملايين المسلمين العرب من الجزائر وتونس والمغرب داخل فرنسا وهم مواطنين فرنسيين من أيام الحرب العالمية الأولى والثانية، هم اللي حرروا باريس أصلا؟ هل قالوا لا احنا عندنا مكون والناس دي أنقذت باريس وحررتنا من الاحتلال الألماني؟ أبدا. هل في البرلمان الروسي وعندهم مسلمين وعندهم أتراك وعندهم جنسيات وأعراق وأديان، هو اللغة الرسمية واحدة هي اللغة الروسية. أمريكا الكونجرس الأمريكي يتكلم الإنجليزية فقط، ورغم الكونجرس الأمريكي هذا فيه أعراق وأديان وألوان. البرلمان البريطاني بيتكلم لغة إنجليزية. هل وجدت في الشوارع في بريطانيا في لندن أسماء الشوارع مكتوبة باللغة العربية؟ لا طبعا. لكن أنت تمشي في المغرب تجد كاتبين بالإنجليزي والفرنساوي والأمازيغي والعربي. ليه ماذا؟ لأنه لك في فرنسا هيأتي احتمال يزور قريتنا كسائح. نحن ملايين المسلمين، عشرات ملايين المسلمين يزورون باريس ويزورون لندن ويزورون هذه الدول، ولم يكتبوا لنا لافتة واحدة في الشارع باللغة العربية. ممكن محلات بتكتب كذا، لكن أنا بتكلم على الدوائر الحكومية البريطانية أو الألمانية أو الفرنسية أو الإسبانية، رغم ملايين المسلمين وملايين عشرات ملايين السياح. فالعجيب أن العلمانيين في بلادنا هؤلاء الباطنية يقومون بتقليد أوروبا في ملابس النسوان، في أن المرأة تلبس وتمشي في الشارع رجلها عارية وصدرها عاري وكتافها عارية، وتحط مكياج وتلعب في حاجبها وحاجبها ترفعها لفوق وان رجلها تنزلها لتحت والهامش تعمل مش عارف ايه وتنفخ الشفه. لكن عندما تاتي الى ان احنا تعالوا نقلد فرنسا بقى في اللغه الفرنسيه الرسميه الوحيده، لا. لماذا؟ احنا بنسال الباطنيه وبنسال العلمانيه لماذا انتم تصرون على ان احنا نرجع ان النساء يرتدين الملابس الرومانيه واليونانيه الاغريقيه؟ يعني ترجعونا 3000 سنه. لان النسوان في روما في الامبراطوريه الرومانيه من 2000 سنه، وعند الاغريق في اليونان الاسكندر الاكبر وقبله، كانت النسوان بتمشي في الشارع صدورها عاريه وافخاذها عاريه، واللي عاوز يهبشها من هنا واللي عاوز يلطش فيها من هنا. واوروبا قالوا احنا كفرنا بالمسيحيه وسنعود الى الوثنيه الرومانيه والاغريقيه ما قبل المسيحيه. المسيحيه كانت تجعل المراه محجبه. فالعلمانيين قالوا هذه الحداثه هي يا اولاد الحداثه ايه؟ انتوا بترجعونا للاغريق واليونان؟ احنا بدون نعود للاسلام اللي هو 1400 سنه. يقول لك لا ازاي انت رجعي؟ ما انت الرجعيه. ده انا بريك الامور الى اين تتجه. اللي عايز يتكلم في الشارع كل واحد يتكلم باللي يتكلمه. انا اقول للشعب المغربي تجربتنا في مصر، نحن قمنا بثوره في مصر وشبحت الوضع في مصر. الشعب قام بثوره نعم، والمخابرات قامت معنا بثوره. يعني الثوره اللي حصلت في مصر هي ثوره الشعب وثوره المخابرات معا. فاحنا اجهزه المخابرات اختارت لنا متحدثه باسمنا اللي هي هذه الفتاه اسمها نوارة نجم، محجبه كما تشاهدون، واقفه ضد الظلم، وواضح ان يعني الحجاب بتاعها بسم الله ما شاء الله حريصه جدا على الاسلام. طبعا بهدف نسوانه المشهد ان رمز الثوره المصريه لازم تكون امراه، نسوانه المشهد. وفي نفس الوقت طلعوها في القنوات التلفزيونيه ان نحن كل الاعلام كل القنوات التلفزيونيه تديرها المخابرات. لا اقول لكم 99% من القنوات الفضائيه، بل 100% من القنوات الفضائيه تديرها المخابرات، والاصوب انها تديرها الماسونيه والباطنيه. ولذلك ما في واحد يستطيع أن ينتقد إيران بكلمة. أنا لو أمدح إيران تجدوني غدا في كل المنتديات والصالونات، وبسافر من دولة لدولة، والمفكر الكبير والعظيم والبتاع. واشتم إسرائيل زي ما أنت عاوز. أنتوا شاهدتوا اللي طلع قالوا الرسول مات ولم يترك لنا دستورا اللي في موريتانيا، والإسلام أصلا بلا دستور ولا بلا قانون. إحنا عايشين في سبهللة. الإسلام أصلا دين ملوش صور ولا راس ولا رجلين. وقال حرب إسرائيل وبتاع. هل ألقوه في السجن؟ أبدا.
ليه؟ لانه الراجل بيمدح ايران، وانه يزيد ملعون ومعاويه ملعون والامويين ولاد كلب، فقال له خلاص ده اهم حاجه تلعب في بني اميه، لعنت في بني اميه ومدحت ايران، اشتم في اسرائيل كمان انت تشاء. ما اسرائيل ولا في مشكله يعني، الباطنيه اعمق من اسرائيل بالمناسبه. طيب فالمهم القنوات الفضائيه اللي بيديرها والاعلام اللي بيديروا الباطنيه، اللي هو اللوبي الايراني اللي هو جاي من حزب بابل الكوفه، اللي بيحكم العالم ويحكم امريكا حتى. بقوا يطلعوا البنت دي فقط هي المتحدثه باسم الثوره المصريه، على انها فتاه من قبض من نبض الشعب المصري الكلام. تمام. واحنا طيب البنت طبعا ابوها شيوعي، شيوعي يعني من احفاد القرامطه واحفاد الفاطميين في مصر، الدوله الفاطميه. والدوله الفاطميه اصلا دوله ايرانيه، دول ميمون القداح فرس. وبعد الثوره فوجئنا ان هي عملت يعني ايدت الانقلاب ضد الرئيس مرسي، الانقلاب العسكري. ولها فيديو موجود على اليوتيوب، يعني اكتب نوره نجم محمد مرسي، قالت انا خارجه ضد محمد مرسي لاسقاطه. ليه؟ لانه اخرج الاسلاميين من السجون. ده احنا عاملين الثوره من اجل الحريه، واللي عاوز يكون مسلم يكون مسلم، واللي في حريه يعني المسلم من حقه يكون مسلم. قلت لا، كيف؟ احنا اجدادنا الفاطميين زمان، ما قالت هذا يعني، لكن هذا اللي انا، الفاطميين علقوا العلماء المسلمين في مصر في المشانق، لعنوا ابو بكر وعمر والصحابه الا شنقناكم شنقوا. الفاطميين ارتكبوا مجازر بحق الشعب المصري. وبعد ما حصل الانقلاب العسكري وخلاص بقى، وعاد الحكم الفاطمي لمصر، خلعت الحجاب وبقت خلاص والمكياج. طب اين الفقراء والمساكين واهداف الثوره؟ انتوا كنتوا بقر، احنا ضحكنا عليكم يا اغبياء يا جهله، لانكم لم تعرفوا تاريخكم ولم تعرفوا اجدادنا الفاطميين لما حكموكم حصل ايه. كنت اسمع بالامس محاضره الدكتور قاسم سمرائي نقل عن رجل انجليزي قال من يسيطر على الماضي يسيطر على الحاضر والمستقبل. ولذلك انتم تلاحظون الان كل لوب الباطنيه طالع يرد على موضوع الفتنه الكبرى وعثمان وعلي وعبد الله بن سبأ وكذا. طب انتوا لماذا؟ لان احنا لما بدانا ننشر الوعي ان الدوله الامويه على حق ومعاويه على حق وطلحه والزبير على حق والسيده عائشه على حق، كل الباطنيه استنفرت قواها، اللحى والبتاع والعلمانيين واليساريين والاسلاميين والسلفيين. لوب باطني واحد بيرتدي مسوح الاسلاميه تاره ومسوح اليسار تاره ومسوح السلفيه تاره ومسوح وهو ولا من ومره عاملين مسوح المالكيه. يعني المذهب المالكي عندك في المغرب اللي هو مذهب الامويين اصلا، واللي مؤيد لمعاويه بقوه المذهب المالكي، الامام مالك رحمه الله، والعباسيين ضربوه وكسروا اضلاعه. الدوله الامويه في الاندلس حفظت لها كتب الامام مالك. ولما جاء الشيعه الدوله ابن تومرت وقامت في المغرب، هي اعدمت علماء المالكيه، واللي كانت تجد عنده كتاب الموطأ الامام مالك او المدونه الكبرى الامام مالك كانوا يعدمونه اعدام محظور. وعملوا لنا مذهب بقى ابن عبد البر، مذهب شيعي مالكي جديد يعني مزيف غير المذهب المالكي الحقيقي بتاع الامام مالك. فادي فجاه شوف حضراتكم دي الصوره. فطبعا عجيب، طبعا مين امها صفيناز قاسم. صفيناز اسم ايراني وهي امها اصلا من اصفهان الايرانيه يعني. فحتى طلعت ايران بتقود الثوره في مصر، احنا مش عارفين اصلا يعني. طبعا هم اجهزه المخابرات عارفين كل واحد منهم، عندهم السجلات بتاعتنا، يعني جدك مين وابوك مين وانت جاي من ايران ولا جاي منين، وانت اجدادك امويين، اجدادك صحابه، اجدادك يوسف بن تشفين، ولا اجدادك جايين من ايران. فهم في الاعلام بيختاروا الناس بتوعهم، ما بيختاروا النجوم عشوائي ان انت راجل صاحب راي. ولا يا حبيبي، فكل ما تشاهدونه على التلفزيون الراي والراي الاخر والكلام ده كلها مسرحيات. حتى اللي بيعيدوا غزه ضمن المسرحيه. فانت هتلاقي واحد قاعد يشتم في اسرائيل كل يوم ويعيد غزه، بس هو جزء من المسرحيه بتاعهم، اللي هيطلع تاني يوم يشتم لك في الامويين ويشتم لك في عثمان بن عفان ويشتم لك في الصحابه. تمام. وانت هتحصل صدمه للجماهير. السودان لبسوا نفس اللعبه، طلعوا بنت عملوا نسوانه المشهد في السودان، وطلعوا بنت اسمها كنداكا، ولا قال لك اسمها ايه كده، قال لك اسمها كنداكا. شوفوا طبعا تلاحظوا ان كنداكا علمانيه. اختاروا ان البنت طبعا زي ما انتم لا تلتزم بالاسلام، حط المكياج وشعرها كذا يعني ثوره علمانيه. لذلك متى تعرف ان الاوضاع اخذت منحنى جدي في المغرب؟ عندما يتم امرين. يعني اذا حدث الامرين دول اعرف ان النظام المغربي سيسقط. نسوانة المشهد في المغرب ان يطلعوا كنداكا في السودان ولا نسوانة المشهد. والامر الثاني هو ان القنوات اللي بتدعي الوقوف مع الحق والعدل والقضايا البطيخيه ديت ما في قناه، كل القنوات ولاد 60 في 70. يعني تطلع المذيعه تكلمك على الشاشه عن الحريه والفقر والبتاع، وهي تلاقي المذيعه حاطه مكياج وحاجات زي دي، يعني تشتري بيتكم يعني. وبعدين اليسار مدي تعليمات. انت تجد القناه دي بتشتم القناه دي بتأيد اسرائيل، والقناه دي قاعده تشتم في اسرائيل. بس القناتين المذيعات طالعين حاطين مكياج ولابسين لبس وروج وشفايف ونفخ شفايف ورفع حواجب،
يشتروا بيتك انت وابوك وامك وعيلتك كلها. تمام، ضمن المسرحيات يعني. المهم يعني هي بالضبط كده حضراتكم زي الشركات، شركه ابل وشركه مثلا سامسونج، وفي الاخر بترأسهم شركه فانجارد الامريكيه. نرجع بقى للسؤال الاخير والمهم والجوهري الذي يحدث في المغرب، ثوره ام مؤامره؟ انا لم اطلع على ارشيف المخابرات كي احكم ثوره ولا مؤامره. ممكن يبدا ثوره وينتهي مؤامره، وممكن يبدا مؤامره وينتهي الى ثوره. بمعنى انه المخابرات متداخله في اي حراك اجتماعي. يعني انا فتحت مساجد ادعو فيها لله سبحانه وتعالى وتحفظ القران ونطلع شباب مسلم، اجهزه المخابرات هتسكت؟ هتروح تجيب لك مشايخ وتخترق لك المساجد بتاعتك وتعمل لهم قنوات فضائيه وتعمل لهم كذا وتنفق عليهم الاموال. فانا اقول للشعب المغربي يجب انك تعرف انت لما تقوم باي نشاط او تقوم بكذا لازم تعرف ان المخابرات معاك. لو انت بدات النشاط هتبدا المخابرات تدخل فيه، ولو المخابرات بدات النشاط انت تدخل فيه. فانت كما تتامر عليك المخابرات تامر انت على المخابرات. ولا تثق الا في الله سبحانه وتعالى، ولا تثق الا في اللي تعرف ابوه وامه، ولا تثق الا في اللي بيدعو ليه هويه اسلاميه ولغه رسميه واحده للمغرب هي اللغه العربيه، والحكومه المركزيه الوحيده في المغرب. اي شخص يعمل ضد الامور السياسيه يعرف ان هو ضد المغرب وضد بقاء المغرب. اللي سمع فيديوهاتي من الاخوه المغاربه، فيديوهاتي خلال السنه السابقه، يعرف انا دائما كنت مع وحده المغرب والصحراء مغربيه، وانا قلت يجب توحيد موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس في بلد واحده. دي تقسيمات سايكس بيكو وتقسيمات الاستعمار. اجدادنا الدوله الامويه لما قامت ما كان في حاجه اسمها المغرب والجزائر وتونس. ولما العباسيه ولما جاء المرابطون وحتى الموحدون وبني مرين ما يعترفوا بهذه الحدود. فهذه مساله اساسيه. فنحن يجب ان احنا نخرج من الدائره الضيقه، ولازم نعرف اللي بيقودنا يمين من هو اللي يقودنا يمين ويقودنا شمال من هو اللي يقودنا شمال. اي شيء لازم انتخابات. اذا في انتخابات، ولذلك هم حتى في سوريا، في سوريا منعين الشعب السوري من عمل انتخابات حتى اليوم. انت الشعب السوري انتخب رئيسه؟ لا. انتخب حكومته؟ لا. انت كل يوم الصبح تصحى تجد سفير امريكا بيقول احنا هنغير الحكومه السوريه. ولذلك الرئيس مرسي الله يرحمه، الرئيس مرسي في مصر، الرئيس مرسي خريج جامعه امريكيه، كان استاذ جامعه وبعدين عدل مصر، والراجل كان اخوان مسلمين وعمل انتخابات وكان بيترك السلطه عمل انتخابات، عمل انقلاب عسكري مش عاوزين انتخابات، وقالوا ديكتاتور. الراجل بيعمل انتخابات، راجل مسكين عمل انتخابات. فلو كان ديكتاتورا وكان بيتلقى منهم التعليمات كان الله عظيم ورائع و فلذلك انتم تجدون في اليمن منعوا الانتخابات، في السودان منعوا الانتخابات. الرجل العظيم عم قائد صالح رئيس اركان الجيش الجزائري رحمه الله، اللهم ارحمه يا رب واللهم ادخله فسيح جناتك يا رب. هذا الرجل العظيم قائد الجيش الجزائري لما عمل انتخابات كل الكلاب نبحت عليه وقالوا لا احنا مش عايزين انتخابات. لا، الراجل قال لهم انا زيت السلطه، بسلم السلطه، السلام عليكم، بعمل انتخابات، الحكم للشعب. عملوا انا وقفت وايدت هذا الرجل العظيم الحمد لله. وانا قلت للشعب الجزائري اياكم والنموذج السوداني. السودان لم تجري انتخابات، ماذا حدث؟ والجزائر اجرت انتخابات، ما نقول اوضاعها جيده الجزائر، ولكن الحمد لله مستقره. ما تعجبنا سياسه الحكومه الجزائريه في امور كثيره وكل شيء، لكن ما وصلت لكارثه السودان. فتجدوا في اليمن منعوهم من الانتخابات، عملوا جابوا واحد طرطور وقالوا هو ده الرئيس بتاعكم. في السودان منعوا الانتخابات. سوريا ممنوع الانتخابات حتى الان، وغير ذلك. في ليبيا 10 سنوات اكثر ما في انتخابات، مانعين انتخابات. تونس عملوا انتخابات، عملوا انقلاب. فانت الباطنيه عدوهم الانتخابات، الباطنيه عدوهم الشورى. ولذلك الباطنيه الى اليوم بيشتموا ابو بكر الصديق. لماذا ايران بتشتم ابو بكر الصديق؟ لانه عمل انتخابات في سقيفه بني ساعده. يشتمون عمر بن الخطاب لانه جاء عبر الانتخابات وعبر الشورى. يشتمون عثمان بن عفان لانه جاء عبر الانتخابات والشورى. يشتمون معاويه لانه جاء عبر الانتخابات والشورى. وده اللي بيخفيه مشايخ الباطنيه. ان معاويه رضي الله عنه جمع الصحابه في بيت المقدس سنه 37 هجري بعد فشل التحكيم وانتخبوه خليفه للمسلمين. زي جاء بالانتخابات ايضا. ولما جاء المؤتمر الجاميه اللي انتخب مروان بن الحكم خليفه امه ورابع. فهذا عدائهم. ليه هم بيمدحوا في الدوله العباسيه؟ لانها جاءت على ظهور الدم والقتل وسفك الدماء. المجرمين الخلفاء العباسيين اللي جم ابو مسلم الخراساني، هذا المجرم الافاق اللقيط اللي ذبح المسلمين وانتهك الاعراض، لانه جاء بدون شورى وبدون انتخابات. من هو ابو مسلم؟ هل فتح بلد؟ هل خدم الاسلام في حاجه؟ هل كان من علماء المسلمين؟ ولا حاجه. ولد بلطجي شبيح مجرم نصبوه قائدا لجيش الدوله. لكن لان الامويين معروف اصلهم ونسبهم وفصلهم وجايين منين وجاءوا عبر الشورى، في تمردات حصلت الامويين. هي نظام برضه ديمقراطي بيحصل عليه تمردات يعني. وفي هنا قوه الدوله في الحسم. فانا اقول للشعب المغربي دائما عليكم بالانتخابات، الانتخابات، الانتخابات. وهذه الامه امه الاسلام لا تجتمع على ضلاله.
فالشورى هي الأساس هي الأساس هي الأساس، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذه الخطبة التي سببت مقتل عمر بن الخطاب في صحيح البخاري. أرجو مشاهدينا أن تكون الصورة قد وضحت. في الختام هنا فيديو أنا عملته عن أحداث السقيفة، أرجو الاستماع إليه، لأن هذا الفيديو مؤسس للأحداث الإسلامية كلها، اللي بيطلعوا الخونة والعلمانيين والجهلة اللي بيقولوا الإسلام ليس فيه دستور، الإسلام ليس فيه إيه؟ في أنت هو أنت عامل أنت هو ما يقول الإسلام ليس فيه دستور إلا باطني خبيث أو جاهل. أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكم سبهللة؟ أو كان أبو بكر الصديق يحكم سبهللة؟ أو المسلمون حكموا العالم شرقا وغربا سبهللة؟ فوضى بلا نظام، الدولة بتخوض انتصارات وحروب وجيشها منظم وجيشها كذا والحقوق منظمة ومرتبة. ما الكتب الفقه دي بتعمل ايه؟ بتلعب. أرجو الاستماع لهذا الفيديو. نافذ ذات على اليوتيوب، أرجو مشاهدتها. أسفل الفيديو رابط صفحاتي على الفيسبوك وتويتر وانستجرام وتيك توك. هنا قائمة فيديوهات الوثائقيات التاريخية، أرجو مشاهدها الأمة في مجال التاريخ. أرجو منكم الاشتراك في القناة بالضغط على هذا الزر. وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا لي رجاء من الإخوة جزاهم الله خيرا الذين ينشرون فيديوهاتي، أرجو منكم الصورة يعني بهذا العقال، يعني اللي يفتح أي قناة أو كذا يعني لا يأخذ هذه الصورة بهذا العقال، وبإذن الله إن شاء الله هصور صورة أخرى بالعقال الأبيض للقناة الإخبارية.